ماذا لو كان الخطر الأعظم للبشرية كامناً تحت أقدامنا منذ آلاف السنين؟ سر قديم يتحرر ليغير وجه العالم إلى الأبد. في عام 2026 يقدم لنا فيلم كولد ستوريج رؤية مرعبة لمستقبل بات على حافة الحاوية. داخل منشأة تخزين حكومية سرية يكتشف علماء سراً خطيراً يعود لعصور ماضية، ما يشعل شرارة الكارثة. ولكن عند إطلاق فطر قديم عن طريق الخطأ تتجاوز آثاره المدمرة حدود المكان لتعم الكون بأسره في رعب مطلق. في هذا الفيلم الخيالي العلمي المرعب نشهد مواجهة يائسة بين العلم والبقاء، حيث تتشابك أقدار البشرية مع سر دفين يهدد بالقضاء على كل شيء. بإخراج متميز للمبدع جوني كامبل، الذي يعرف بقدرته على نسج الرعب والتشويق بمهارة فريدة، مما يعد بتجربة بصرية لا تنسى. وبحضور النجم ليام نيسون، الذي يضفي ثقلاً درامياً وعمقاً على كل دور يقدمه، مما يعد بأداء لا ينسى في وسط الرعب. تشاركه النجمة ليزلي مانفيل بمواهبها الفنية التي تضيف أبعاداً جديدة للشخصيات وتعزز التوتر النفسي للقصة. ولا ننسى مشاركة النجمة سوزي باكن والنجم جو كيري بما يقدمانه من أدوار محورية ليكملوا هذا الطاقم الفني المميز ويضيفوا للعمل عمقه. مع تصاعد الأحداث تتعقد المشكلات وتتكشف أبعاد جديدة للخطر، مما يدفع أبطالنا إلى حافة اليأس في صراع لا هوادة فيه. تتجلى ذروة الإثارة والتشويق في مشاهد الأكشن المتتالية، حيث لا مجال للتردد أمام وحشية الفطر المتفشي الذي يحول البشر إلى كائنات مرعبة. بمشاهد بصرية تأسر الأنفاس وتصميم صوتي يعزز الرعب، يعد التخزين البارد بتجربة سينمائية لا تنسى، تأخذك إلى عالم من الخوف والتوتر. الفيلم ليس مجرد قصة رعب، بل هو تأمل في هشاشة وجودنا وقدرة الطبيعة على الانتقام، مطرحاً أسئلة عميقة حول مصير البشرية. هل يستطيع العلم إنقاذ البشرية من هذا الوباء المرعب، أم أنها النهاية الحتمية التي لا مفر منها؟ الإجابة تنتظرك. استعدوا لمواجهة ما لم تتوقعوه. كولد ستوريج يعرض في دور العرض بالولايات المتحدة ابتداءً من 29 يناير 2026. لا تفوتوا هذه التجربة المرعبة. للمزيد من المعلومات والأخبار الحصرية زوروا موقعنا الإلكتروني. للمزيد من الفيديوهات لا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس.